أيثما ذي السماء أزول ربي غيفول سيداتي سادتي السلام عليكم ميدام زيمسيو بونجور. معكم الدكتور أقرد مصطفى من القناة ديالو. أنا اللي كان ندافع على الأمازيغ والأمازيغية ديال المغرب، إن المغرب بلد أمازيغي ودولة أمازيغية، وبطبيعة الحال ما يمكن لياش وكان اعتبر على أن اللي يبغاو يمحيو الأمازيغية هما ثلاثة التيارات اللي كنهضر عليهم دائما، وهو الشيوعيين المتطرفين وليس اليسار المعتدل كيمثلوا حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، والإخوانجية أو الإسلام اللي فيه الإسلام السياسي اللي هو حزب معترف به بحال العدالة والتنمية وسميتو الآخر توحيد والإصلاح، وفيه اللي ما كيعترفش الدولة بحال العدل والإحسان اللي هما كيقول لك الدولة غادي تطيح وغادي ينوضوا هما يديروا الخلافة، هما المؤهلين باش يديروا الخلافة على كما كيسموها هما على النهج النبوي، و داخل فيهم حتى الخلايا الجهادية اللي باغا تزرع الفتنة في المغرب. أنا بالنسبة لي هذا هو التيار الإخوانجي. بطبيعة الحال الإخوانجي ملي كنقول الإخوانجي راه فيهم طبقات، ما كنقولش المسلمين، لأن كاين عندنا علماء في المغرب، عندنا علماء اللي كيهضروا على الدين، كيهضروا على الدين مرحبا فوق الراس، ما عندنا مشكل، ولكن تيهضروا على الدين بلا ما يكونوا مربوطين لا مع الوهابيين ولا مع الإخوانيين ولا مع الشيعة، يعني ماشي صناعة أجنبية. أما الشيوعيين المتطرفين هي صناعة مشرقية، والقومجيين المتطرفين في صناعة مشرقية، والتيارات الإسلاموية أو الإخوانجية هي صناعة مشرقية. يعني هادو ما عندهمش جذور هنا، ولهذا كتلقاهم دائما مهتمين بالشرق وكيهضروا على الشرق، واول حاجه اللي تيبغيو يمحيو العنصر سميتو الامازيغ. علاش؟ لان هما اللي كيمثلوا اولا البلاد، يعني المغرب الحقيقي هو الامازيغ، وفي نفس الوقت هما اللي حاميين النظام الملكي المغربي، لان حنا الخلافه عندنا هنا، حنا عندنا محمد السادس والعرش العالي هو وعندنا الخلافه ديالنا حنا هنايا مالنا، فهمتي؟ وكيبغيو يغيبوا تاريخ الامازيغ ما قبل الاسلام والنضال ديالهم والمقاومه ديالهم ضد الاغريق والفينيقيين والرومان والونداليين والبيزنطيين والعرب انفسهم، مستعمرين العرب. علاش انا بغيت نهضر على هذا؟ بغيت نهضر على التصرفات ديال السي بن كيران. ما يمكنليش، ده ضروري انا ندلي بالدلو ديالي، وكما كيقول كيعجبني انا الدكتور منار السليمي، واخا ما عمري ما التقيت معاه، انا نتمنى نتشرف بالمعرفه ديالو، لانه هو استاذ جامعي بطبيعه الحال، واستاذ باحث في القانون، واستاذ يعني سميتو مؤطر يعني تخرجوا على يدو سميتو، وعبد ربي انا كذلك. نتمنى هذه الرساله توصلك ان شاء الله. وانا راه كنتبع القناه ديالك، لان دائما كتقول انا بغيت نشوف الامور من زاويه اخرى، وهذا المفكر دائما هو هذا، راه ما كيشوفش، ما يبقاش يمشي مع العامه. لا شوف اخويا، انا بغيت نشوف التصريحات ديال السي بالكيران. انا بالنسبه لي انا ما كيهمنيش انا هذوك التصرفات ديال السي بالكيران، غير هو انا بالنسبه لي راه ما كاين حتى حاجه عفويه، راه داك الشيء اللي تيقول راه كل شيء داخل في استراتيجيه معينه. ولكن السي بن كيران نهار اللي بدا باش يدخل الامور ديال السياسه راه معاه اطر اخرى، ولكن هاد الاطر الاخرى يعني بحال الا قلتي تحكم مع الدوله وتحملوا المسؤوليه وعرفوا الامور فين كاينه، وزنوها عقليا.
دونك كاين ترزن وكاين تطور، بحال اللي قلت مثلا اليسار المغربي راه تطور، راه من السلاح ضد الدوله في السبعينات والستينات الى المشاركه السياسيه الى الدفاع على مصالح المغرب والمواطنين المغاربه. خذ لنا مثلا التيارات الاسلاميه اللي كانت ديك الساعه كتحارب الدوله بالسلاح، راه الفكر ديالهم ما ماتش. الفكر ديالهم المجموعه اللي مشات عند الخطيب وحاولت باش دير السياسه، راه بالنسبه لي انا مازال حاملين هذاك الفكر، ولكن منين تحكوا مع الدوله وشافوا امورات اخرى وشافوا زوايا اخرى، واحد العدد منهم لقى على ان الطريق اللي غادي فيه مسدود. السي بن كيران كزعيم انا كنعتبره اخواني، وكنعتبر الفلسفه ديالو هي الفلسفه ديال الاخوان المسلمين. والتيارات الاسلاميه في المغرب اللي ذكرتهم كلهم عندهم الفكر اما الوهابي اما الاخواني، كيتلاقاو كيتعاونوا. حتى الشيوعيين المتطرفين اللي كانوا كيكرهوا الدين حتى هما منين لقاو راسهم يعني اقليه قليله حتى هما انضموا، زادوا على القضيه ديال القومجيين والخوالجيه. بغيت نقول لكم واحد القضيه، انا واحد القضيه تنلاحظها، انه في التحركات ديال السي بن كيران، اولا كاين واحد الذهاب والمجيء من المشرق، وهذا كاع اللي كيمشي لتركيا ويجي، وهادو اللي كيمشي مثلا لقطر ويجي، اللي كيمشي سميتو حزب الله ويجي، دائما خصنا نديرو علامات استفهام. ولكن اول حاجه خصنا نعرفوا الفلسفه ديال الاخوانيين. تيقول لك حنا كيهموناش حنا الكفار ولا الدول الاخرى، قراو الفلسفه ديالهم. راه كاين واحد دكتور الرضواني، عنده القناه ديالو البصيره. كنت كنتبعها، مصري، هو مصري، كنت كنتبعها ومركز القناه ديالو على فلسفه الاخوان، يعني الفلسفه ديال البنا والفلسفه ديال الشيعه والفلسفه ديال الصوفيه. انا تفرجت فيه وفهمت واحد العدد ديال الامور. فالاخوانيين كيقول لك اودي حنايا هما كيهضروا على العرب، راه واخا كيزيدوا لها هذيك المسلمين راه غير دوخه، ما كاينش فيها. ما كيهضروش مع سميتو مع اندونيسيا، ما كيهضروش مع المسلمين ديال اندونيسيا ولا المسلمين ديال ايران. الشيعه شويه راه السنيين هما اللي كيضعفوا ومدوا يديهم الاخوانيين هما اللي مدوا يديهم لايران، بالخصوص فاش سميتو خرجوا من مصر. فين هربوا لتركيا وقطر. اذا انا كنشوف بانه راه كاين الخطر، ولكن هاد الهضره اللي تيهضر السي بن كيران في هاد الاخر، اولا الكلام ديالو كله موجه للملكيه، لان منين تيجي في الاول تيقول لك الحيتان، وتيهضر على المستشارين ديال الملك باستخفاف. ملي تلقى واحد كيهرب ليك المستشارين ويهرب لك بهذا، حنا راه عرفنا شنو بغا يقول. كيهضر على مؤسسه الملكيه، غير هو قال رصا نخلي واحد الدرجه احتياطيا حتى نشوف شنو كينتظروا. هذه السياسه ديال الاخوان مثلا. شوفوا الربيع العربي ديال 2011، راه ما كيبداوش هما، راه ذكيه، ولكن راه موجودين راسهم من ناحيه الخلايا. راه غير كتوقع خربالة هكا في المجتمع، الا جيتي للانتخابات تسويت غادي يديو لك الاغلبيه. علاش؟ انهم منظمين اصلا، وماشي في المواجهه الاولانيه، لا، ما يجيوك هما حتى كيشوفوا الدوله غطيح يقول لك رصاو حنا اللي درنا هادشي كلشي. دائما الفكر السلفي هو هذا، تيبغي ياخذ الاحتياطات. بحال حتى السلفيين حنا اللي بداو عندنا مثلا في القرن الماضي، من الربعينات، راه بداو حتى هما اصلاحيين، ولكن طرا فاش عندهم مناسبه يمشيو يتفاوضوا، راه ماشي كيتفاوضوا على الحكم. دونك ما يهم الاخوانيين هو الاستعمار، ماشي مشكل. حنا الاحزاب السياسيه شنو الغرض ديالها؟ حتى هي راه توصل السياسه ومن حقها
ومن حقها راه شنو هي سميتها الاخر، شنو هي الديمقراطيه؟ هو هذاك. وما كايناش ديمقراطيه بلا احزاب. انا شي بعضين كيبقاو يعايروا في الاحزاب، وغير تحيد الاحزاب راه ما بقاش عندك ديمقراطيه. واش كاين بيني وبينكم؟ واش بغيتوا تخلقوا نظام سياسي لتدبير الدوله بمنهجيه جديده؟ وريوها لينا، وريوها لينا السي، وريو لينا هذه المنهجيه. احنا عندنا كنعرفوا الديكتاتوريات وحكم الفرد وحكم العائله وحكم القبيله في الماضي عبر التاريخ، والمعارضه ما تولي ما تقبض الحكم سوى الا قتلت هذوك اللي تيحكموا. ثم جات الفكره الغربيه والمفكرين والعلماء ديال المخاخ ديال اوروبا، هما اللي كيقولوا يا ودي الشعب الا ما بغاش واحد الفرقه، كيفاش هذوك اللي في المعارضه يطلعوا ياخذوا الحكم ولكن بلا مدبزه. وصلت الديمقراطيه، راه درت عليها اللي مبنيه على 4 عناصر اساسيه. ولكني الحزب انا كنقولها دائما، وكنلتمس من الدوله تعطي الفلوس للاحزاب. اللي كتعطيه دابا 100 مليون عطيه مليار، اللي كتعطيه مليار عطيه 10 الملاير. واش دابا الاحزاب يخدموا فابور ولا شنو؟ ما فهمتش انا لا في الحركه الشعبيه من 75 والله العظيم ما عمر الحركه الشعبيه لقات باش تخلص المراكز ديالها. اللي عنده شويه ديال الفلوس حزب الاستقلال جمعهم قبل هذاك وي، وعنده املاك اللي كيدخلوا ليه الفلوس باش راه حزب الاستقلال راه المفتش الاقليمي كيتخلص، وعنده السياره وعنده هذا وعنده هذا. انا غير كنسمع، ما عنديش تدقيق. ولكن كنت انا كنعقل عليها في 82 كانت واحد المجموعه ديال الناس من قنيطره وداك الشيء، وكنا كنذكروا وكنطلبوا من ديك الساعه الناس كيطلبوا من السي حرضان ان تكون عندنا على الاقل كل اقليم يكون فيه مركز قار ديال الحزب. الحزب هنا في الرباط كان في العماره في ملك احرضان، يعني تمقر على الصعيد الوطني اللي هو ديالو. كاين بعض الناس ملي تقرب الانتخابات وداك الشيء كيكريو المقرات وكيوضعوهم راه الاشاره ديال الحزب وكيدخلوا المعمعه. الا داز غير الانتخابات يخسر تفضى داك الشيء ما بقاش. ولكن الدوله خصها تعطي. نقول لكم الحركه الشعبيه راه عندها فكره قويه، وهما خارجين وما كايناش الوطنيه بحالهم. شي حاجه كبيره في الوطنيه والاخلاص الملك ما تلقاها حتى في شي حزب اخر. الحركه الشعبيه فهمتي، والحركه الشعبيه هي اللي قويه في محبه الوطن ومحبه العرش ومحبه الملكيه. ماشي حيت انا منهم نعطي العربون نعطي الدليل. انا علاش بغيت نهضر اليوم؟ بغيت نهضر غير على التصرفات ديال السي بن كيران. ما تديوش على شي بعض كيهضروا دابا على ويحمان والهناوي. لا، هادو راه ثانويين اصاحبي، وراه ربما ما عارفينش هما كاع، راه ما جايبين اخبار. ولكن هما دايرينهم كامازيغ، كيقول لهم وانتم عرضوا لنا الامازيغ، لان دائما حتى حزب الاستقلال فاش كان كيحارب الامازيغ انا عقلت عليها في الحركه الشعبيه. فين ما كان شي ندوه كيصيفطوا لك واحد من الامازيغ اللي تيقول انت امازيغي غضرب خوتك. الهناوي انا بالنسبه ليا والاخر ويحمان انا ماشي مهمين. المهم هو سميتو، المهم هو بن كيران. خلونا. وحتى الناس اللي بداو كيتعقلوا في الاتحاد في سميتو في العداله والتنميه، راه حيت ما عارفينش بالضبط. يعني عندهم نيه حسنه، كيقول لك انا هذا حزب عنده مثلا حساسيه اسلاميه، مزيان مشي ليه. كاين وفيهم بزاف الامازيغ، ان الامازيغ فيهم النيه ما عليتناش. ولهذا انا كنشوف دابا الاخوانيين اشنو الفكره ديالهم.
الفكره ديالهم تيقول لك اودي حنا نتحركوا بذكاء وننتظروا الدوله تضعف. خذوا الخطب ديال ابن كيران، والله العظيم انا كنشوفو كيخدم بواحد التقنيه يعني ذكيه جدا، لان تيقول لك شكون هما المساندين ديال الدوله ولاد المخزن، كيسميوها هي الدوله، كيهضر على الدوله، كيهضر على المخزن، كيهضر على الملكيه، وراه الكانوات موجهين للملكيه، المؤسسه الملكيه. ولكن كيقول من العناصر اللي كتفشل دائما، اللي فشلت القوميين العرب بالرئاسه ديال جمال عبد الناصر اللي باغيين يطيحوا الملكيه في المغرب، ومعاه بومديان والقدافي وحفيظ الاسد وسميتو صدام. كنشوف غير هذه البارح كنشوف واحد الفيديو ديال الهواري ديال جمال عبد الناصر. دابا الفيديوهات ديال جمال عبد الناصر داكشي اللي تيقول سري بداو كيخرجوه لان مناسبه للوقت، لان جمال عبد الناصر واخا كيدفع الجبهه برا، منين كتجلس معاه تيقول لك يا ودي ما قادين على الحرب ضد اسرائيل. وشوف واحد الاستجواب بينه وبين القدافي، كيقول له القدافي نديرو نحاربو، تيقول اليزي يلا بسم الله، يبغى يزيد يحارب، احنا مصريين لا عينا. هذه وحده. ثانيا جمال عبد الناصر تيهضر على الملك حسين، كيعاير الملك حسين، فهمتي؟ يعني معيور كبير، ما يحبش الملكيه جمال عبد الناصر، انه بغى يكون الزعيم ديال العرب، بغى يدير امبراطوريه امويه. ولهذا ملي كانوا خذوا مثلا العدل والاحسان، غتلقاو الشكل، خذوا التوحيد والاصلاح، شوفوا منين جا، شوفوا المؤسسين ديالو اش من تيار كانوا فيه قبل. وي كيقولها الياس العماري كان ديك الساعه مع بن كيران وداكشي. ولهذا النقطه الذكيه الاولانيه اللي تتخدم العداله والتنميه هي محاربه الامازيغ، ضربوا الامازيغ. وشوفوا المعيور، شوفوا الناس اللي في العداله والتنميه كيفاش كيعايروا الامازيغ، وشوفوا العدل والاحسان، وشوفوا التوحيد، اش كيقول كاع عليكم العدل والاحسان. ودخلوا الفيديوهات ديال محمد العنجاري، الله يعطيه الصحه، والله ما كنعرفو، نتمنى نتعرف عليه، كيشرفني انا نتعرف عليه، لانه كيهضر على الهواس، تيقول هو وساوس والهواس والحقد ديال العدل والاحسان ضد الامازيغيه. كيقول لك هادو وشوف الهواس ديالهم بالنسبه للغه العربيه قبل من الاسلام. اللغه العربيه تيقول لك اللغه العربيه هي اللغه العالميه اللي خصها تكون مفروضه على العالم، وهي لغه الله ولغه كذا، تخربيق. فاذا النقطه الاولانيه اللي تيضرب فيها اللي تيخدم عليها السي بن كيران وهو ضرب الامازيغ، ايوا، وضرب كل من يناصر الامازيغ. وتماك جات التماسيح، هذوك التماسيح وهذا. شوفوا الخطبه ملي تيكون كيخطب مع الشبيبه. انا شفت واحد الفيديو ديال محمد امنون، مزيان، هو يعني لقيت فيه نفس الافكار اللي عندي. تيقول فيه شوفوا الهدف الاساسي، طريقه كاين الابتزاز ديال الدوله، ولكن الابتزاز ديال الدوله لاش عطينا حقنا، انت ماشي ما بغيناش حنا نوصلوها بالانتخابات ولا لا 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 لا، الدوله نبتزوها ونجيفوها ونهددوها، تهديد ديال الدوله طريقه غير مباشره ولا غير مباشره. من تيجي مثلا في 2011 الربيع العربي وتيقول لك حنا اللي حبسنا الربيع العربي، لا خويا ما عندك ما تحبس، لان الربيع العربي كان اقوى منه الهجمات الاسلاميه ديال الخميني وديال القدافي. وي وشوفوا راه الفيديوهات ديال محاربه الدوله المغربيه من طرف التيارات الاسلاميه الهدامه، غادي تلقاو راه كاينين دابا الناس اللي كيديروا فيديوهات على التجربه ديالهم اللي كانوا كيحاربوا الدوله بالسلاح.
ولكن شكون وقف؟ الأمازيغ. دونك إلا كان السي بن كيران كيحارب الأمازيغ لأن الأمازيغ هو واحد يعني حماية للملكية. ولكن ما ننساوش عاوتاني، شوفوا المقاطعة ديال السي أخنوش وديال سميتها وديال هذه سميتها بعدا مريم بن صالح. ومراهم دابا وهبي والياس العمري. علاش؟ لان هادو كيمثلوا احزاب اللي مربوطه مع البلاد ومع الهم ديال البلاد ومع الملكيه. طوسيون. لان تيقول لك مثلا الاحرار هما حزب اللي انطلقوا بطبيعه الحال، انطلقوا في الاول من عثمان، واللي عندهم الولاء ديالهم لملك البلاد، محبين لملك البلاد. ويجي مزوار، راه كان كيعطي الدق المزوار، من مور المزوار كيعطي الدق لاخنوش، ولا جا شي واحد في بلاصه اخنوش غادي يعطيه عاوتاني طرحه. علاش؟ لان عائق الدوله راه كتقوى بالحركه الشعبيه وبالحركه الاجتماعيه ديال السي عرشان ومختلف الاحزاب الصغيره وسميتو والاخر وبالاحرار وسميتو سميتو الأصالة والمعاصرة. دونك بالنسبة لسي أخنوش نضربوا الأمازيغ لأنه ما كيعرقلوا لينا، ما كيخليوناش ندوزو للملكية، كيبقاو يعقرونا فيها ويدافعوا عليها. وسميتو ومع من غادي نديروا يدنا مع التيارات الإخوانية ديال العالم، لأن التيار الإخواني راه ما كيهضرش هو على الوطن. اش كتخربق انت دابا؟ قراو بعض الامورات ديالهم، تيقول لك حنا خصنا نحطموا الدول العربيه، نطيحوهم وكل ونجيو في بلاصتهم، ومن بعد حنا نتوحدوا بيناتنا. وكانوا دايرين ذاك المرشد العام في مصر، بدل ما يكون في دمشق بحال الامويين، هما كيختاروا مصر بطبيعه الحال. ولكن هاد الهجوم مثلا، انا كنظن سي بن كيران الله اعلم، يمكن منين ما تختارش باش يكون رئيس حكومه في الثاني، شكون اللي كان ضده؟ كان ضده سي الشقر الاتحاد الاشتراكي، سي العنصر حركه شعبيه، سي اخنوش الاحرار. ايوا بغيتي دابا، بغيتي من هذيك الساعه ديال 2016 بغيتي انت يجلس يخلي الاتحاد الاشتراكي ترانكيل ويخلي الحركه الشعبيه ترانكيل. دابا الحركه الشعبيه غير السي محمد وزين كيبالغ في كيمارس المعارضه ديالو. غير هو انا بالنسبه لي انا كحركي انا قلتها وقلتها للسي العنصر في الدار ديالو، يعني تقريبا هذه واحد 9 شهور ولا 8 شهور. قلت له ودي راه السي محمد وزين يرخص شويه من لان الاسلاميين هما اللي ما كيحملوش اخنوش، هما الاخوانجيه والشيوعيين، يخليهم هما يديروا الخدمه ديالهم. يكون واحد راه السي شقر مثلا، خذ الاتحاد الاشتراكي المعارضه ديالو سميتو معقوله، ولكن ما معيقاش. حيت علاش؟ حيت السي الحركه الشعبيه راه هي خصها تكون مع هذوك الناس، مع هذوك جوج الاحزاب. ماشي حزب الاستقلال خصو يكون تماك، يعني حزب الاستقلال هو كيدافع على السلفيه والعروبه. اذا قلت انا وعلاش هاد لو تو بور تو. دابا الا جيتي تشوف دابا السي اخنو السي بالكيران تيدير لو تو بور تو، لان شوفوا في سميتو في الاخر شفت واحد الفيديو ديال محمد امنون، يعني شي خطبه قالها قدام الشبيبه ديالو، تيقول لهم ما عليتناش، كيضرب الفوق ما عليتناش. بينما ملي كنشوفوا مثلا هاد الخطبه الاخرانيه ديال فتحي حماي، تيقول الدوله ماشي هي الله. ولكن شنو هي الدوله؟ واش الدوله هي الحكومه عنده هو؟ لا، السي امنون عطانا المعنى ديال الدوله عند السي بن كيران.
هي الملكية. ولكن عاوتاني راه حنا موافيين الملك ودايرين فاعلين وديري وحنا في 2011 حنا اللي فكينا. ما تفكيتي حتى شي حاجة سي بن كيران، والله العظيم أنا كنقولها لك. أنا كنقول لك علاش، حيت أنا جلست مع الناس الكبار ديال المغرب، سواء السي حرضة، سواء السي العنصر، سواء مولاي هاشم العلوي، سواء اللي كان في القصر مكلف بالابحاث والدراسات التابعه للديوان الملكي، اللي هو من العائله الملكيه. جلست معهم وخديت من عندهم معطيات، خديت من عندهم معطيات، وخديت عندهم تصرفات ديال حزب الاستقلال. مثلا نقول لك دابا غير في مرمور المفاوضات ديال الاكسبيبان، ما عند بنادم ما يقول سميتو فتحوا الابواب للمؤرخين ديال القرن العشرين، دكتور مصطفى القديري مثلا، او غادي تشوفوا الحركه الوطنيه. لان الحركه الوطنيه، علاش سموها الحركه الوطنيه؟ لانهما الوقت اللي كانوا منسجمين مع الفرنسيين في الدخول الفرنسي، ومنسجمين مع اليوطي، حتى بعض العلماء كانوا كيدعوا مع المقيم العام، كيتمناو ليه الخير ويتمناو ليه الصحه، وإلا مرض كيهزوا ليه الدروع في المساجد. ما عليتناش، ولكن الامازيغ شنو كانوا كيقاوموا؟ دونك كاينه حركه المقاومه هما الامازيغ، ولكن الحركه الوطنيه اتونسيون، يعني بالنسبه لهم هما الحركه الوطنيه هي اقوى من الحركه المقاومه. ما يمكنش ما يمكنش. الحركه راه اقوى ما يمكن هو تعطي روحك وتجبد القرطاس. ما عليتناش. المهم هذيك اللعبه ديالهم كلشي حنا كنفضحوا فيها دابا، كنفضحوا فيها. ولهذا انا كنشوف دابا قضيه ديال الاخوانيين في هذه الايامات، لانه اتونسيون نقولها لكم، انا قطر كنحترمها المواقف ديالها مع المغرب، ولكن شوفوا ليبيا. انا ملي كنشوف داك الشيء اللي واقع في ليبيا، اللي هي دوله امازيغيه ودوله مغاربيه، شوفوا شكون كاين في طرابلس، قطر وتركيا. وشوفوا الجيش اللي كاين دابا في طرابلس، كتائب. وشوفوا بنغازي، الجنرال حفتر هو اللي كيقود الجيش. وشوفوا المجهودات ديال المغرب باش يحيدوا الخلاف بيناتهم، ما قدرش. علاش؟ لان طرابلس ضروري تشوف تركيا وقطر اش كيقولوا ليها. ايوا، وشنو هاد الدور ديال الجزيره؟ لان الجزيره عاوتاني، الجزيره خصنا نردوا ليها البال، هي منين تخلقات وهي كتهجم على ملوك ورؤساء الدول العربيه اللي كيسموهم رسوم عربيه، مع من مزيانه. شوفوا مع من مزيانه، مع ايران ومع تركيا، الجزائر، قناه الجزيره. ولهذا احد رعايه الاخوان في قطر وفي تركيا والمخطط لتحطيم الملكيه الاردنيه ومنع التيار الوهابي في السعوديه من طرف الامير محمد بن سلمان، ومنع الاخوان المسلمين في مصر، والسجن ديال السي الغنوشي في سميتو في تونس. ايوا شنو بقى؟ انا كنقول بانه السي بن كيران باغي بحال الا قلتي غادي يكون واحد الدعم الاخواني من الخارج، غادي يكون مالي، انا كنشوفو مالي، غادي يكون مالي، وغادي يكون دعائي بزاف بطرق ملتويه. اتونسيون يسحب لكم انتم دابا، يسحب لكم انتم الاخوان راه ساهلين ولا؟ راه تيار عالمي السي، راه شي عقود وهما تيكتشفوا التجربه. راه كانوا في مصر الناس مكلفين غير بالشركات بتحويل الاموال الاخوانيه من روسيا مثلا للامريكان، من امريكان جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا جنوب امريكا اللاتينيه الى اسيا الى اوروبا بطرق قانونيه. الشركات مؤسسه والفلوس كدور.
لان ما يمكنلكش تفهم هذا الشيء الا بيني وبينكم باش تهز من هنا تقريبا 3000 مغربي يمشيو للعراق يحاربوا امريكان، وتهز مثلا شحال من جزائري يحاربوا امريكان، وتهز شحال من واحد تهزو من تونس يحارب امريكان، سميتو، ويمشيو عاوتاني يدخلوا سوريا. شكون كيخلص هاد الناس؟ شكون كيقاد لهم الوريقات؟ شكون كيعطي الحباب ديالهم باش يعيشوا؟ دونك انا كنشوف بانه سميتو بن كيران تيدير لو تو بور تو، لو تو بور تو. انا ما كنقولش الحزب ديال العداله والتنميه، لا، راه فيه الناس مرزنين، ولكني الناس اللي فاهمين، اللي بداو كيفهموا شويه مزيان طريقه العمل ديال سي بن كيران راه بعدو. وكاينين الناس اللي هما مثلا، كاينين الناس اللي كيلقاو راحتهم في هذاك الشيء عاوتاني، بحال مثلا حيت كتلقى واحد العدد ديال العلماء غاديين معاه في الخطه، محاربه الامازيغ، محاربه وزاره الاوقاف، محاربه الاسلام المغربي. اش غتخلي سميتو الاهتمام علاش غتدافع غير على حماس؟ بيني وبينكم دابا الا كان هاد القضيه ديال الدفاع على فلسطين قضيه انسانيه، والله ما فيهاش انسانيه بالله الى خدمه التيار الاخواني. علاش؟ هما دابا مثلا كاينين دابا دول، ما كنعرفش نعاود نسمي السميه، كيعطيو الفلوس الحماس باش كونت الاماره ديالها، راه اماره اسلاميه. بيني وبينكم دابا هانيه ماشي هو رئيس ديال غزه، فيها 380 كيلومتر مربع. انا كنت رئيس جامعه قرويه على بوقشمير، فيها 300 كيلومتر مربع. انا وهانيه عندنا تقريبا نفس المساحه، غير هما عندهم بزاف د الناس، بينما انا عندي مثلا ما 6000 ولا 7000 ديال السكان صافي في الجامعه كلها. ولكن هما مثلا لانه سميتو محضرين، دايرين بزاف ديال المدن، وطبيعه الحال كتعرفوا بان الفلسطينيين كيتلقاو المعاونات من العالم وتيتلقاو هذا، يعني قاريين مزيان وعندهم عندهم ظروف معيشيه ربما احسن من بعض المناطق عندنا حنا في المغرب. عندهم الرعايه من العالم، خلقوا وداروا تحالفات متعدده، هذه محالف مع هذا، هذه محالف مع هذا، هذه محالف مع هذا. اذا انا اش بغيت نقول بالنسبه للسي بن كيران، غادي يزيد لنا جوج الحوايج، هو كيضرب الطران ويشوف رد الفعل ديال الدوله. وي غادي نضرب ونشوف، ماشي مشكل. الدوله المغربيه حاربت الخوانجيه بالسلاح، جاو الخوانجيه يطيحوها بالسلاح وفضل الامازيغ طحت، جاو القماجيين العرب بالسلاح طحت، جاو الشيوعيين بالسلاح ديال روسيا طحت. اذا هما اش كيديروا؟ اخوانيين دائما تيقولوا، انا واحد المقوله تيقولوا اتونسيون، راه ما تكونوش نتوما في الاول ديال المعركه، لا، نتوما شوفوا حتى يبان لكم بان الدوله ضعيفه، تصوتوا عليها، تصوتوا عليها. دونك انا بالنسبه لي انا بن كيران سميتو اكبر قضيه، اكبر من حزب، وقضيه ولات اكبر من تيار. انا كنقولها لكم، قضيه اكبر من تيار، لانه ملي كتاخذ، حنا الاعداء ديالنا هما الجزائر والبوليزاريو وايران، وشنو؟ واش ظنيتو نتوما مع الوقت؟ راه ردوا بالكم، انا كنلاحظ هاد القضيه فين ما كانوا جوج تيارات ولو يكونوا متصارعين، راه الوهابيين مع القوميه راه في الاول دايرين بحال القط مع الفار. العلماء ديال الوهابيين تيقول لك القوميه العربيه عنصريه ومحاربه للاسلام. علاش؟ الا بغاو الزعامه تكون عند السعوديه، ما تكونش عند جمال عبد الناصر. ولكني منين ضعفت القوميه العربيه نقصت من الصراع ديالها. الاحزاب القوميه العربيه الاسلاميه ما كاينش فيها الاسلام، راه غير العرب بيناتهم، او ولاو العرب اسلاميين العرب والشيوعيين العرب والقوماجيين العرب تلاقاو وكونوا لنا هذا الخليط الحالي، خصنا نردوا بالنا.
طبيعة الحال راه إلا خديتي كل واحد بوحدو، بالخصوص الشيوعيين أولاو ضعاف. علاش؟ لأن واحد العدد منهم يعني من علي عتا، إسماعيل العلوي، بن عبد الله، راه كلهم يعني من الاستقلال لهنا سي علي عتا سميتو خدا منهج آخر، وبدا كيتحكم على المجتمع، وبدا كيعرف بأنه سميتو هذا. أنا غادي ندير واحد الفيديو آخر على هاد القضية ديال العدالة والتنمية، ضروري، واخا راه درتها سميتو، ولكن غادي نعاود نهضر على هاد الشي.